عاملين ايه يا جماعة؟ انا النهاردة بكلمكم من وانا في البيت عندي، قاعد بقى بالليل كده عمال اقلب في الفيسبوك وخلافه. شفت ناس كتير عمالين تتكلم من الكباتن المعروفين على النت، وفي نفس الوقت الكباتن العادية خالص اللي هم ناس شغالة ملهاش علاقة بالسوشيال او عندهم قنوات او كده، نازلين بيحطوا يعني بيصوروا اللي هم حاسينه، بيعبروا عن رأيهم وبينزلوا في الجروبات أي حاجة تخص النقل الذكي وما خلافه وما شابه كده يعني. أنا عايز أتكلم خمسة عقل كده بالعقل. يعني أنا أولا ما طلعتش ومش هطلع أتكلم في حاجة تخص الكلام بتاع القانون والسياسة والحاجات دي، مش عشان بقلق من حاجة أو خايف من حاجة، لأ. أنا ماليش في السياسة والحاجات بتاعة القانون والكلام اللي بالنسبة لي يعني يعتبر إيه مش كبير عليا أو كده. أنا مش فاهم فيه قوي، والحاجة اللي أنا ما بفهمش فيها مش هطلع أتكلم عنها. يا إما لو أنا عايز أتكلم عن حاجة هطلع أذاكرها الأول وأفهمها واستوعبها، بعدها أطلع أتكلم عنها. المهم بقى إيه، أنا كل الكلام ده ما يشغلنيش، ماشي. أنا جاي أتكلم عن الشغل نفسه اللي الناس كلها طالعة تندب عليه بعد موضوع زيادة البنزين اللي انا حفظته بتاع كل مرة ده. يعني انا بقى حضرت لما جيت اشتغلت الشغلانة دي، عديت فيها سنة وربع اهو، فحضرت زيادتين تلاتة، ماشي. دي يمكن دي تالت زيادة احضرها. أه مش عارف اقول لكم ايه، بس عايز اكلمكم بالعقل. احنا اصلا يعني لو اغلب الكل فاهم ان الشغلانة دي شغلة ايه في الاساس؟ تحسين دخل، ماشي. مش شغلة أساسية، شغلة تحسين دخل. ده المتعارف عليه من الأول. أنا جاي لك في الكلام، خليك معايا. لازم أشرحها لك كده عشان تفهم النقطة جاية إزاي، عشان تستوعب اللي هو في دماغي. طيب، شغلة التحسين دخل دي اللي هو إيه؟ واحد رايح شغله أو رايح عنده مشوار مثلا، طالع مشوار معين وماشي فاضي، وهروح مثلا أجيب حاجة، أو أنا رايح أشتري خليني رايح أجيب حاجة من حد في مدينة نصر وراجع تاني. اتفقت معاه أجي أخدها منه، شفت إعلان مثلا حاجة بتتباع على النت ورايح أشتريها من الشخص ده. أو رايح أصلح العربية عند حد مثلا في حتة إيه بعيدة عني بتاع 50 كيلو أو 30 كيلو. ف اللي مفعل الابليكيشن بتاعه بيعمل واجهة وياخد حد في طريقه وخلصنا. وهو راجع كذلك يوفر حق، يلم حق بنزينه ومصاريفه، ويبقى ايه، قرب على نفسه التكلفة بتاعت المشوار. دي فكرة البرامج الحاجات دي. او اللي رايح شغل مثلا بعيد رايح جاي كل يوم، ينزل قبل ميعاده مثلا بنص ساعة ولا حاجة، يعمل تحسين دخل، ينقي زبون ياخده في واجهته برضه. دي الفكرة يعني الأولية دي أو الطبيعية. طيب احنا في مصر لينا وضع تاني وظروف تانية واحوال تانية، وانا مش جاي اشرحها لكم، احنا كلنا حاسينها ودارين بيها. وانا راجل كنت مسافر قاعد بره في الامارات في دبي، وقعدت فترة اشتغلت 5 6 سنين، ورجعت جيت دورت على شغل كتير ما لقيتش شغل. الفكرة جت منين موضوع الاوبر معايا ده؟ اما قعدت دورت كتير في شغل انا واصحابي، سألتهم وزمايلي اللي هنا واللي هناك وبتاع، وعملنا سي في وعملوا لي وقدمنا في كذا شركة وكذا حاجة ووصيت ناس. جيت لقيت الحال واقف، وكله ابني يقول لي انت جاي ليه ومش جاي ليه دلوقتي، اصلا في الوقت اللي كل الناس عايزة تمشي فيه. سيبك مني، يعني انا بحكي لك بس اللي انا ايه وضع الحالي، انا بوصف لك الوضع في مصر يعني. فما فيش شغل في مصر، فتحولت الشغلانة دي منها تحسين دخل اللي بقت 90% دلوقتي، ومن فترة طويلة بقت شغلة أساسية. بقت هي الشغل مصدر أساسي رزق وأكل عيش. وفي ناس واخدة الشغلانة دي شغل أساسية من سنين أو من بدايتها كمان، بس زادت بقى الفترة الأخيرة دي كتير قوي. بقت بالبلدي كده بيتقال عليها شغلة اللي ملوش شغلانة. دي بقت شغلة اللي مش لاقي مش شغلة اللي ملوش شغلانة الصايع يعني. ما هو اللي بيشتغلها ما هو الصايع ده اللي مش هيفضل كده قاعد. فاللي عايز يشتغل ومش لاقي شغل يا عيني، إن الأحوال في البلد واقفة، البلد حالها واقف، وده احنا حاسين بيه. فالناس بتنزل تشتغل الشغل ده سهل، بتأكتف وخلاص، خلصنا وكلنا اهو بنسوق وخلاص. وانزل بقى اللي عنده عربية ابوه بياخدها منه، ماشي.
اللي مأجر عربية، اللي قسط واللي بينصحه ما تقسطش وبتاع، تلاقي ناس عربيات كتير معروضة في البيع تكملة أقساط. الناس بقى اللي اتدبست في الموضوع ده. المهم يعني، المهم اننا عشان دماغنا منروحش بعيد، ليه بكلمك واديتك المقدمة ديت؟ انا خايف عليا، عشان كده جاي اتكلم يعني انا خايف عليكم وخايف على خيري. بس طبعا يعني كل واحد هيقول يلا نفسه، وخايف على نفسه وخايف على رزقه وخايف على حاجه. ما انا جيت اتمرمطت واتبهدلت ودورت ومش لاقي شغل، وجيت الحمد لله وجبت العربية، ومن عربية طورت العربية تانية واشتغلت، والحمد لله لا من مصاريفي ولا من مصاريف العربية. ولما بتكون الشغلة دي مواسم، ولما بيكون في موسم أو في الصيف أو في الأعياد والحاجات والأسعار عالية، بحاول أكسر قرش على جنب. فيما ذلك باقي الشهر لا من مصاريفي الحمد لله، مصاريف العربية وبنزينها وصيانتها وقطع غيار والكلام ده كله، وبنقي المشاوير اللي تناسبني. طيب البنزين بقى بيحصل، النبر بيزيد عموما في أي حاجة تانية، أو السواقين الجداد كمان النبر بيزيد، وبالذات الفترة اللي من دول كل ما يحصل زيادة النبر والندب بيزيد. انا بقولكوش ما تقعدوش تنبروا وتقعدوا تندبوا، فوقوا بس لنفسكم. ما تحسبوهاش الشركة وهنقف ونعمل توقيف وبتاع ومش عارف ايه، ونعمل اللي هو اعتصام او اعتراض على الشغل ونوقف شغل يومين وثلاثة زي ما حصل قبل كده كام مرة وبقت بالفشل. انا بس عايز افهمكم حاجة او انبهكم حاجة. انتوا شايفينها هنوقف والاسعار هتغلى وبتاع. على فكرة ممكن يحصل دقرة من الحكومة او يحصل دقرة من الشركات دي وتتخانق لأي سبب ما. ممكن الشركات دي تفلسع زي ما انتوا بتسمعوا وزي ما انتوا بتقولوا، بس انتوا ما حسبتوهاش. هي لما تفلسع انت هتعمل ايه؟ انت يا كابتن يا جديد، انت اللي مأجر عربية، يا اللي مقسط عربية، اللي خدت عربية مقسطها، ماشي، ما حسبتهاش. نفترض الشركة دي قفلت منها لنفسها، اتخنقت واتدقرت والناس اعتصمت كتير وما بقاش في شغل، ماشي، او الحكومة سمع الموضوع بقى، سمع مع الحكومة وحطوا عليهم، وحصل برضو قفشة او قفلة و... واضطر ان هم يقفلوا او لاي سبب الموضوع ده يفكس من مصر ويطلع خلاص، ونرجع كمان بقى مثلا زي ما كنا في الاول لايام التاكسي. انت بقى ما بفكرتش لوضعك نقطة زي دي لما هتحصل انت هتكون وضعك ايه او شكلك ايه؟ او يعني مش شكلك ايه اللي انت يعني هتبقى هتعمل ايه؟ هتتعايش ازاي؟ انت اصلا ما كنتش لاقي شغل، اللي هو انا وانت كلنا يعني واحد، ماشي. بس انا فكرت فيها كده. انا الحمد لله اشتغلت فيها واتعكننت في الاول فترة واتضايقت واتخبطت واتبهدلت لغاية ما ايه، عرفت اطبق على الشغل وعرفت اشتغل وعرفت اتعامل الحمد لله، واتعلمت. محدش بيتعلم ببلاش. واتعايشت، بقى ليا حاجة، بقى ليا قيمة، بقى ليا كيان. عرفت اتعايش، عرفت ادخل لنفسي مصدر فلوس، مصدر رزق الحمد لله. لما يتقطع المصدر ده من الاخر كده، انت هتعمل ايه؟ هتقعد بعربيتك كده تعملها اراجوزنا النص؟ بالذات الناس الجديدة، خليك واحد قديم ربيت لك كام زبون هتفضل عايش بيهم وخلاص، اصلا انت مش لاقي شغل. هتعمل ايه؟ هتبيع العربية؟ ولا هتروح ترميها في اي شركة بقى وتدلل عليها؟ ولا هتحاول تقلبها تاكس، والتاكسجية بقى الموضوع هيرجع تاني يزيد زي زمان، ومش هتلاقي نمر تاكس تاني زي الاول؟ هنخش في مواضيع في حيث بيس يا ابن الذين. ومفيش حاجة سالكة لله. حتى لو رحت اشتغلت تاكس، انت دلوقتي لو رحت جبت تاكس هتلاقي التاكس، هتقول التاكس دلوقتي حلو وبيمسك الزبون يشنقه ومش يشنقه وياخد السعر اللي هو عايزه ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت نفسك لو رحت جبت تاكس وركبت ونزلت اشتغلت بيه، هتيجي تقول لابو التاكس ومش ابو التاكس ويخرب بيت كده ومش يخرب بيت كده. لا هيبقى التاكس عاجبك، هتيجي تشتغل اوبر لا هيبقى الاوبر عاجبك. بص مفيش حاجة والله هتعجبك، الكمال لله وحده. الحاجة الحلوة خالص والدنيا الجميلة خالص في الجنة فوق. فهات على العربية بتاعتك وجربت في الأوبر، هتقول أوبر ابن كذا ومش ابن كذا. رحت قلبت ورحت أو رحت ركبت تاكسي بتاع حد تعرفه أو أجرته واشتغلت بيه أو أيا كان جربت التاكسي، بعد فترة هتقول التاكسي كده. مفيش حاجة هتقول عليها كده والله.
لو قعدنا نقول اللي هو التوك توك يقول لك التوك توك بياخد كام لآخر آخر الشارع اللي عاملين ننبر عليه. انت لو رحت ركبت توك توك مش هتخلى من القرف ووجع الدماغ والخناقات والتهزيق والشتايم وشغل العربجة. الميكروباص والله ما في حاجة سالكة. هو الحمد لله كلها مصادر رزق، بس كل حاجة فيها سلبياتها وإيجاباتها، ما فيش حاجة رايقة للآخر. أنا أهو شغال، أنا شايف الناس دلوقتي فيديوهات والله، ده اللي خلاني استفزني أطلع أعمل الفيديو. لقيت ناس بتسب الدين وتقول لك ألفاظ ومش عارف إيه وبتاع. في إيه؟ في إيه؟ ما خلاص يا عم الحاج، كل ده عشان ابلكيشن اللي هو ما بنيجي ننبر عليه بتاع ان درايف. انا سيبك من على فكره اللي انا قعدت انبر عليه مع الصبح ان درايف ده. طلعت انا بفتح على طول اوبر وفتحت جنبه ان درايف في الاوقات المريحه. ان درايف الناس اللي عماله تنبر عليه وانا وريتكم بقول له عليه. الناس مشكله ما بتظهرش غير الجانب على طول السيء. بس ان درايف النهارده الصبح مثلا الناس كلها بتنبر عليه، انا عندي الاوبر شغال. بس طلعت بأول رحلة خدتها ان درايف. خدت الرحلة الكيلو واقف فيها حوالي 15 ولا ب20 جنيه. ماشي. من عندي هنا في فيصل الطلبية ميدان الساعة لحد الفريست مول اللي هو قبل جنينة الحيوانات ده في أول نزلة مراد اللي على اليمين. ماشي الفور سيزون أو الفريست مول. وديتهم خدت كام؟ خدت 100 جنيه. هما كلهم كام على بعض؟ 4 5 كيلو، يعني الكيلو ب20 جنيه. في إيه يا جماعة؟ ومش معنى كده ان هو على طول ب20، انا بستنقى. افتح ده وافتح ده وافتح ده ونقي نقي هتلاقي. والله وخدتها من مكاني وانا راكن. اول رحلة جت اوبر خدتها وفضلت واقف، خدت وقت الانتظار ومحطة الظهر الزبون ما ظهرش، كانت برضو رحلة كويسة. خدت الرسوم الالغاء ال20 او 21 جنيه وقعدت ادور تاني من وانا راكن. والله العظيم والله العظيم زي ما بحكي لكم بالظبط، ربنا شاهد عليا. فضلت قاعد لغاية لما لقيت الرحلة ولقيتها ان هي في مكاني، ان انا وديتهم دول فور سيزون هنا في الجيزة شارع مراد. وقالوا لي اهو احنا في كذا على الناصية جنبك، بس لفنا الناحية التانية. لفت لهم وخدتهم من على ناصية الشارع ومشيت بيهم بس. ولما بلاقي حد كده مرتاح اخر فترة بالذات، يعني لسه الاقي زبون مرتاح كده نازل سواء سوداني سواء مصري سواء يمني، بقيت خلاص اتمم معاه. بقول له يا باشا احنا اهم حاجه ايه؟ بيكون ساكن جنبي. اقول له انا ظهرك هنا في الشارع اللي وراك او في الشارع هنا او هنا، فمن دايرتك يعني. يقول لي زين تمام. فبقول له لو كده عايز رقم؟ يقول لي اه رقمك معايا وبتاع. اقول له لو في حاجه ابقى لغيني يعني. عادي انت برضو شغل وحرك نفسك. فلغايه دلوقتي والبنزين زاد وكل، انا ما بدافعش عن حاجه، انا بدافع وبنبهك عن نفسي او عن نفسك، اللي هو احنا واحنا واحد يعني، انا وانت وغيرنا وبتاع كل اللي شغالين في الموضوع او في المنظومه. عشان لا قدر الله لو المنظومه دي فكست او اتضربت، هي طبعا الحال مش هيقف ولا الدنيا هتموت وبتاع، كل واحد وليه رزقه. بس يعني يبقى احنا سبب ان احنا وقفنا حالنا بنفسنا من كتر الندب، واحنا بنندب ونقعد ننبر وخلاص. طب ما نفوق لنفسنا برضو، ما هو مش نبر بنبر وخلاص، لا. شوف انت بتنبر على ايه وبتقول على ايه. مش كله كلام وخرطبيط وزيت وكلنا بنقعد نتكلم وكلنا بنزعق وكلنا بنقول كلام وسخ يعني. مش بكتر اللسان، هو مش بكتر الكلام. ما انت احسبها، لا قدر الله حصل في الدروب وجايز يحصل اي حاجه. ما هو يعني انا في فتره اصلا مدهولة على البلاد بتاعتنا والبلاد اللي حوالينا، اديك شايف الاوضاع في كل حتة مخبطة داخلة في بعضها. فما جاتش على دي ممكن تتشقلب بقى في ثانية الا ثانية عادي. يلا جايز كل حاجة تحصل. انت عالم، انت عارف بكرة هيجرى ايه؟ محدش عارف. فاللي انا بقوله او اللي انا بنشده ليك يعني، انت مش هتحس الا باللقمة العيش دي او الرزق بتاعك ده او المصدر او الحاجة اللي ستراك دلوقتي. والله مش هتحسها غير لما تتسلب منك، سواء انت السبب وانت مش داري سلبتها منك بنفسك وانت مش قاصد، او لأي حاجة ما حصلت، او لا قدر الله بيحصل حاجة او حصل عطل في العربية او يوم عطلك، بتحس قد ايه ان فرق معاك اليوم. ماشي. من بالك بقى لو المنظومة فكست خالص او اتشالت خالص لا قدر الله بعد الشر. مش عايز اقول لك ان انت كنت مسطول وهتحس ان انت بقيت عريان. ربنا ما يجيب حاجة وحشة للدرجة دي يعني.
بس انت مش هتحسها الا لما تحصل. فادعي لربنا ان هو يجعلك مستور احسن ما تقعد تنبر كده. وهي ماشية، انا ما بقول لك كده، عارف انا هطلع واناشد معاك وازيط معاك وزيع لو هي فاقدة بقى خالص، ان هي ميتة خالص. بس انا بحكم تجربتي وشغلي اللي هو مش كبير، ولا انا اللي هو بروفيشنال، ولا انا اللي هو كده، بس انا بقول لك اهو لغاية دلوقتي الحمد لله ماشية وساترة وبنطلع منها. هي مش هتفضل ماشية دريك طول الشهر او طول السنة، هي مواسم برضه. هتطلع جامد 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 في اعياد، في مناسبات، في الصيف، في الحاجات دي بتعلى. لغاية وقتنا ده في فترات الشتاء بتنمل، فانا مبقتش مستغرب او عدى عليا شتاء قبل كده فبقيت عارف. فالشتاء ده اخره عادي بكبر دماغي. بس الحمد لله يعني الضعيف فيها بيغطي اليوم، الضعيف فيها مغطي برضو مصروفي ومصروفها. ماشي الحمد لله. فاليوم بيرجع ساتر معايا الحمد لله. فخليها ماشية بالستر، خليها ماشية بالستر عشان غيرك يتمنى اللي انت فيه. اعرف كده كويس، غيرك يتمنى اللي انت فيه. فادعي ربنا يبارك لك ويحفظك ويحفظ لك مالك وحاجتك والمعدة اللي انت شغال بيها، ويزيدك من فضله ويسترها معاك. وبلاش ننبر زيادة عن اللزوم، عايزين نحافظ على رزقنا. وانت عارف انا مش هفضل افهمك وضعنا ايه وبلدنا ايه وظروفنا ايه. ماشي اقول لك ايه، خليها باظت، ها انت هتعمل ايه؟ هتروح تدور بقى لسه بقى وهم وقرف؟ كبر دماغك بقى، شغل دماغك، شغل دماغك وكبر دماغك. ماشي. فبلاش نبر زيادة عن اللزوم، وبلاش كلام كتير زيادة عن اللزوم. خلي الكلام في محله اكتر. ماشي. وربنا يستر علينا وعليكم بجد. يعني الموضوع اصل زاد قوي، وفي الجروبات بالذات النبر بيزيد قوي. وانا بصراحة بتضايق من ايه؟ الناس اللي بتذكر بقى الجانب السيء على طول. لا، طب ما انا في نفس الوقت بدخل ابص، هو انا قاعد في البيت فيه الصبح كان فيه وبالليل فيه. ماشي. ساعات ميتة وساعات بتشتغل، ساعات ميتة وساعات بتشتغل. فما تقعدش تنقي المشوار. يعني انت اصلا طالع تتكلم على مشوار مثلا مش عارف منين، من زايد لحد العبور، ولا بتاع اكتر من 100 كيلو ولا مش عارف ايه، وب200 جنيه ولا ب300 جنيه، والكيلو واقف ب2 3 جنيه. طب وانت مالك؟ ما هو فعلا موجود، ما هو مش موجود. والمشوار والثغرة ام 12 جنيه، واللي وفي قرف اكتر من كده. وانا وريتكم قبل كده الكيلو ب3 جنيه قدامي. طب ما انا وحد قال لك اقبله؟ حد قال لك اشتغل على البرنامج اصلا في الساعة دي؟ حد قال لك؟ حد جبرك؟ قال لك لو ما فتحتش الاوردر ده وخدته خلاص مش هتعرف تشتغل تاني او البرنامج هيرفضك خالص؟ ما في ايه يا عم؟ ما تكبر دماغك، ده عرض وطلب. ما تقبلوش، ما تخشش اصلا تتفاوض معاه. تتفاوض على ايه؟ يبقى انت بتضيع وقت وبتهري معاه في المهري. ماشي. بتهلك في الهالك انت كده، مالكش دعوة. ما تسيبه اكنه مش موجود يا عم. مضايقك قوي اصحابه كده هيختفي من قدامك، الا لو عدل في الشروط هيظهر تاني. كبر دماغك، شوف اللي يخصك، شوف اللي جوه البلد. انت اصلا هتاخد حاجة من دي تترمي ليه؟ حتى لو بسعر حلو، اصلا انت ده ما تاخدوش في حاجة واحدة الا في اتفاق. ده ما تاخدوش في حاجة واحدة الا انك تكون متفق معاه، وانت هترجع بيه يا تاخد حساب رجعتك. يعني حتى لو انت مش هترجع بيه قول له انا مش هشتغل انا هناك ومفيش شغل هناك، انت كده بتقدرني. حتى ده في حال انه سعر عادل اصلا، تقول له انا هاخد رجعتي. لو هو بقى صد رد معاك خير وبركة هيرجع معاك يعني. لو مش هيرجع معاك تاخد انت حساب رجعتك. قول له عشان انا كده خدت منك فلوس الحمد لله كرمتني والدنيا تمام، ماشي انا هرجع فاضي، يبقى انا اللي حرقت في الروحة وهحرق تاني في الرجع على الفاضي، يبقى انا ما استفدتش حاجة وضيعت وقت وضيعت بنزين على الفاضي. اصلا تبقى لو هنحسبها هندقق فيها يعني. ومن اولها بقول لك اصلا انت ما تقبلش حاجه زي دي. انت مالك؟ انت ليه تحرق ال 100 كيلو دول؟ انا ما بحرقهمش في اليوم كله، برجع ب 600 700 جنيه يعني بحرق 50 60 كيلو. ده اللي هو شغل ملاكي اوقات زي حالاتي كده ما بنزلش احرت، واوقات بنزل احرت لما بلاقيها مستاهله والحمد لله برجع ب 1300 و 1400 جنيه اهو. وهبقى اصور لك واوريكم. ماشي. انا بعمل لي بقالي كام يوم عشان الجو مريح 50 60 70 كيلو، برجع لي ب 600 700 جنيه وخلاص، وبطلع منهم 150 جنيه بنزين وخلصنا. يعني بفوض لي 400 500 جنيه والحمد لله ملمومه.
وشايل معايا لسه في المحفظة لغاية دلوقتي فلوسي وخلاص، وانا قاعد كده مع اهلي والدنيا تمام. اه اللي متجوز بقى وبتاع بيضغط على نفسه شوية، اللي فاتح بيت ماشي، يعني انا عارف لما هتجوز وافتح بيت هقرص بقى شوية تاني وافكني من جو الملاكي ده حب. انا بكلمكم بواقعية، عشان في ناس اكبر مني وبتاع وعندهم مسؤولية يقول لك طب انا عندي مسؤولية وعندي بتاع، انت شكلك قاعد كده مع نفسك. انا بحكي لك الوضع كله وحاسس بده وعارف بده، بس عايزين بقى ايه، نتكلم بواقعية، مش نتكلم زرط وهز كده وخلاص. ماشي. فما ننبرش على حاجتنا ده، حاجتنا شو اللي احنا اللي بنخنق الشركة، الشركة اللي ماسكانا ولا احنا اللي نمسكها، مش عارف. يا اخويا الشركة ماسكاك. انت لا، انت مش هتعرف تمسك الشركة، الشركة اللي ماسكاك. بس انت اتعامل بقى معاها بتشغيل دماغ. ماشي. تعامل مع المنظومة، شغل دماغك. لا تسيبها هي تمسكك ولا انت تمسكها، ولا نرقع لبعض. انت شوف ايه اللي يخصك منها وايه اللي ما يخصكش. خد المشوار اللي يناسب، واللي ما يناسبش يبقى اكنه اصلا ما تعرضش قدامك. في ايه؟ ما هو في شغل عدل وفي شغل مش عدل، زي ما هو ما فيش، زي ما في شغل شمال في شغل يمين. نقول نسبي 60 70، 60 70% الشغل الرخم اكتر، والباقي موجود. ما هو احنا بنرجع مرزقين ليه؟ لان في شغل عدل. ما هو لو ما فيش شغل عدل وهي 100% بايظة، هنشتغل ليه اصلا وهنرجع بفلوس ازاي؟ معنى ان احنا بنرجع بفلوس الحمد لله مستورة لغاية يومنا ده، معنى كده ان في مشاوير وفي زباين عدلة. صح ولا ايه؟ وفي كل البرامج، وفي كل البرامج على فكرة، ما فيش حاجة حلوة ولا حاجة وحشة. كل حاجة فيها الحلو وكل حاجة فيها الوحش. فشوفوا نفسكم وراجعوا نفسكم. ولو انا غلط يا عم خش اكتب لي غلطني وعرفني ايه غلطي، ولو انا صح قول لي انت صح. ما هو الكلام مش قرآن ولا انا نبي، بس انا بتكلم بواقعية. انا بتكلم بواقعية، مش بهاجم حد ولا بدافع عن حد. مش بدافع على برنامج ولا بهاجم برنامج، مش بدافع عن كابتن ولا بهاجم كابتن. انا بتكلم باللي انا حاسه زي الكباتن، واللي يهمني امري وامركم بس. ف اللي انا بفهمه لكم ان نحافظ على اللي في ايدينا لغاية ما تلاقي بديل. يا باشا لقيت بديل اديها برجليك، ومش تديها برجليك كمان تمسح البرامج، خليهم عندك. يا سيدي اشتغلت في شركة حلوة، ربنا رزقك في حاجة كويسة، هتمسحهم ليه وتمسح اكونتك ليه؟ خليهم عندك. احتجت لهم في يوم من الايام، احتجت له في مشوار، اكيد هتحتاج له في يوم اجازة يا عم، قاعد فاضي زهقان، هتنزل تنقنق ترفيه ملاكي كده عادي، يعني 5 6 مشاوير. هتقول لا لما تلم لك 600 700 جنيه؟ ايه يا عم؟ يعني لما تسيبها برضو سيبها وخلي الباب موارب وبترزق، ويبقى ربنا ساعتها فاتح لك باب ومرزق من جنب تاني. بس ساعتها بأديها برجلك يا عم براحتك يعني. بس يعني انت معرضينها كده ومشخين الدنيا، وانت مالكش غيرها. انت دلوقتي مالكش غيرها، فصون النعمة. بس ده اللي بقوله لك. السلام عليكم.